هو ايه اللي بيحصل في الاهلي بجد؟ الواحد ما بقاش فاهم حاجة. تحس ان انت بتحلم مثلا. يعني لما تيجي تتفرج على ماتش الاهلي واورلاندو النهاردة، تلاقي الباكين بتوع الاهلي خالد عبد الفتاح اللي انا مش عارف اساسا مركزه ايه بيلعب اساسي، ومحمد هاني الباك الاساسي قاعد بره. الباك الشمال كوكا اللي هو اصلا نص ملعب بيلعب اساسي، وتلاقي كريم الدبيس اللي متألق قاعد بره. تيجي تبص في نص الملعب تلاقي مثلا كريم وليد بيلعب اساسي اللي هو كريم ندفد، وهو من الاساس قاعد في الاهلي بيعمل ايه او بيلعب ايه ما تعرفش. تيجي طب تطلع قدام تبص على الوينجين او الاطراف بتوع الاهلي، تلاقيهم اتنين لعيبه خط وسط رقم 8 اللي هو امام عاشور وعمر الساعي، وتلاقي الوينج الوحيد اللي حيلتك اللي هو حسين الشحات قاعد على الخط. تحس بجد ان دماغك بتعمل ايرور من اللي انت بتشوفه. تبص على موضوع تاني تلاقي اكرم توفيق الباشا اللي ما بيعرفش يلعب كورة او يباصي باصتين على بعض، بيتنك على الاهلي وانا جاي لعرض من الشمال القطري وانا مش عارف ايه وايه وايه. تسيب ده وتروح تبص على موضوع علي معلول اللي هو الاسطورة الحقيقية في النادي الاهلي، تلاقي لغاية دلوقتي ما اتخذش قرار اذا كان هيكمل مع الاهلي ولا لا. ده كمان في ظل اصابة المغربي يحيى عطية الله اللي هيقعد فيها اكتر من شهرين. تروح لموضوع تاني تلاقي مستر كولر في المؤتمر الصحفي مش راضي عن اللي بيحصل من ادارة الاهلي، وكلنا تابعنا اللي حصل من المترجم ان الراجل بيقول لك مفيش لعيبة بتيجي، مفيش لعيبة اساسا انا برفضها، مفيش لعيبة اتعرضت عليا، مفيش اي حاجة بيحصل. تروح تبص طبعا على الإدارة وعلى موضوع الانتقالات، تلاقي ان النهاردة بقى 20 في الشهر ناقص 10 ايام والقيد يقفل ومفيش صفقة واحدة توحد ربنا جت الاهلي. هو يا جماعة انا عايز اعرف حاجة، هو الاهلي موقوف عنه القيد مثلا ومحدش قايل لنا؟ ممكن الموضوع تكون الإدارة مخبية على الجماهير؟ واحد يقول لك يا عم الاهلي ايه اللي موقوف عنه القيد؟ لا الاهلي تمام ودافع مستحقات لعيبته القديمه كلها والمدربين ومفيش حاجه. طب امال في ايه؟ حد يرد عليا. لو حد فاهم اللي بيحصل يكتب لي في الكومنتات. طيب يعني اللي بيحصل ده كله اللخبطه اللي احنا فيها دي كلها ليه؟ تبص الفتره الاخيره تلاقي الفرقه بتفضى، الفرقه بتتفرغ. عبد المنعم مش موجود، علي معلول، حمدي فتحي، احمد القندوسي، بيرسي تاو، احمد عبد القادر، اليو ديانج، وخلاص وراهم كهربا هيمشي. في ايه بيحصل؟ تبص الناحية التانية تلاقي كمية اصابات ملهاش اول من اخر، عمر كمال، على علي معلول، على اشرف داري، على يحيى عطية الله، على طاهر محمد طاهر، على رضا سليم، على كريم فؤاد. في ايه بجد يا جماعة؟ ده اهم موسم في تاريخ الاهلي. ده احنا في شهر 6 عندنا كأس العالم للأندية اللي هيتلعب في أمريكا لأول مرة 32 فريق. خلي بالك إن جمهور الأهلي لا في دماغه الدوري ولا في دماغه أفريقيا، وعادي ممكن الأهلي بالسكواد اللي عنده بالإصابات يكسب الدوري وأفريقيا. مش دي القضية خالص. القضية كأس العالم للأندية، إن احنا نعمل تدعيمات محترمة مع اللعيبة اللي موجودة، مع ممكن بعض التدعيمات يوم 1/6 في 10 ايام في القيد الاستثنائي، نروح يبقى لنا منظر وشكل هناك، نصعد لدور 16، نصعد لدور 8، يبقى لنا منظر نكسب. لكن بالمنظر اللي احنا شايفينه ده بصراحة احنا هنروح نتغلب ال3 مطوشة ونرجع. والله يوم ما نعمل انجاز هنتعادل ماتش ناخد نقطة مثلا. مستوى الطموح كان عند الجماهير غير كده خالص. احنا كنا باصين للموضوع ان الاهلي اللعيبه اللي عنده بالصفقات السوبر اللي هتيجي وممكن نعمل كام اعاره على 1/6 نروح ان احنا يعني على الاقل نوصل دور 8. ده احنا ممكن كمان نعمل مفاجاه ونوصل دور ال4. حاجات وتخيلات وطموحات في مخيله جماهير الاهلي للاسف كلها ما بقتش موجوده. الناس جالها احباط، الفرقه بقى منظرها ما يسرش لا عدو ولا حبيب. اصابات، لعيبه بتمشي، لعيبه مش عايزه تجدد، مفيش تدعيمات، اداره في وادي، مدير فني في وادي، اللعيبه في وادي. تحس ان في حاجه حصلت.
ايه الاهلي اتحسد؟ الاهلي خد عين مثلا؟ اتمنى ان الامور دي كلها الفترة اللي جاية تتحل، مش باقي الا 10 ايام والقيد يقفل. عايزين بجد نحط النقط على الحروف والفرقة تبدأ تهدى، تدعيمات قوية، مصابين يرجعوا، يرجع الاهلي قوي، يرجع مستر كولر مركز على 1/6، نعمل تدعيمات يبقى لينا شكل في كاس عالم انديه يا جماعه. فاتمنى ان شاء الله باذن الله كل التوفيق وكل الخير للاهلي في الفتره اللي جايه. في النهايه بحب اشكر حضراتكم. كان معكم عمرو مصطفى، نسر الجزيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.